تاني مشكلة بقى وهي تنظيم الوقت. تنظيم الوقت بالنسبة لي هو ليه 3 أساليب: أسلوب سريع وأسلوب عادي وأسلوب طويل ومحتاج مجهود. الأسلوب السريع إنك تجيب ورقة وقلم وتعمل تو دو ليست للحاجات اللي لازم تخلص النهاردة، ويبقى أفضل لو فيديو الثانوية بفضل الله من أحسن الفيديوهات اللي عملتها في حياتي. كان نفسي الصراحة بعد فيديو الثانوية أعمل لك فيديو تنظيم الوقت، لكن كنتش عايز أكلمك في حاجة أنا مجربتهاش. لو جيت قلت لي اعمل لي جدول لتنظيم الوقت هعمل لك أحلى جدول يشوفه عينك، لكن لو جيت قلت لي إزاي أنتظم على الجدول ده فأنا أكاد أكون معرفتش أنتظم على جدول قبل كده. عشان تعمل أي حاجة بشكل متقن ويعني تستفيد منه لازم يكون في مكافأة أو عقاب. عشان تعمل جدول يومي وتحدد فيه كل اللي انت عايز تعمله ده غالبا هيخليك تكسل، وعشان تعمل جدول اسبوعي وتمشي عليه الباقي الاسابيع اللي جايه ده بيحتاج وقت ومجهود. ويا ريت دي المشكله ان انت كده بتدبر وقتك اللي جاي كله، يعني انت اساسا ما تعرفش ايه اللي هيحصل. هتقول لي خليك مرن يا كيمو، لو حاجه وقعت يعني عوضها مشي الدنيا. ما هو للاسف يعني الحياه برضو مش ورديه، يعني هيجي عليك وقت تبقى مقريف فاهم، فبالتالي ممكن تنسى اصلا حوار الجدول ده. هيجي عليك وقت الظروف مش هتسمح انك تمشي على الجدول زي ما انت مخطط له بالظبط، وللاسف الانسان بطبيعته يعني بيحب يمشي بمبدا يا ابيض يا اسود، يا اما امشي على الجدول زي ما انا عامل بالظبط، يا اما فاهم ابو التنظيم على ابو الاستمراريه. فلما تيجي تنظم جدولك بتقابلك مشاكل كتيره جدا زي مبدا الابيض والاسود، زي انعدام المرونه، زي حالتك المزاجيه، حاجات كتيره جدا بتصعب عليك انك تعمل جدول طويل الامد زي الجدول الاسبوعي. فتنظيم الوقت ممكن يكون ما نفعش معايا لكن نفع مع شخص تاني. تنظيم الوقت ممكن يكون ما نفعش معايا السمستر ده لكن هينفع معايا السمستر الجاي. تنظيم الوقت ما ينفعش معايا، فخليني اقول لك انا عملت ايه. Hey, it's a holiday. السلام عليكم ladies and gentlemen، اخوكم كيمون كي او كريم محمد كمال. وحشتوني. تنظيم الوقت كدبه الحل البديل. اوكي، عايز اسالك سؤال يا حبيبي المشاهد: ايه اكتر 3 حاجات بتحب تعملهم في اسبوعك؟ قاعده الفيديو النهارده بتقول اي مجهود بيبذل لغرض، ولو الغرض ده بعيد الحركه هتبقى بطيئه. يعني ايه؟ احنا قلنا في فيديو الثانويه يعني الحاجه اللي بتحركك هي المكافاه، فانت بتذاكر فاهم عشان تنجح، او بتذاكر عشان ما تسقطش. بذاكر عشان انجح عشان حالتي الماديه تبقى كويسه، حالتي الماديه تبقى كويسه عشان اتجوز، افتح بيت، مش عارف ايه. كلها اهداف يعني فاهم، دماغك كده تقول لك ايه يا عم احنا فين والكلام ده فين، اهداف بعيده شويه فاهم. طبعا الحياه قصيره جدا يعني، لكن ايه اللي عايز اقوله ان الانسان بطبيعته بيلجا للمكافئات السريعه عن المكافئات الطويله الامد حتى لو هي كويسه. كونك عارف انك لو ذاكرت دلوقتي هتنجح ده ممكن ما يكونش مكافاه كفايه ان هي تحركك. ممكن يكون عندك عقاب زي ان ابوك فاهم ممكن ينفخك يعني ده عقاب ممكن يخليك فاهم تتحرك. لكن اغلب اللي بيقعوا في المشكله دي ان هم بيلجأوا للمكافئات السريعه، يعني اقعد افتح البلاي ستيشن العب شويه، اتفرج على تيك توك، اعمل اي حاجه تديني دوبامين سريع كده فاهم وخلاص. فالشيء اللي بيخليك مش عارف تذاكر او تشتغل او تنتج هو 3 اسباب: seeking quick rewards, remorse, procrastination due to lack of organization. ايه الكلام ده يا كيمو؟ اقول لك، لكن الاول جاوبني. انا كنت بكلمك على فكره. ايه اكتر 3 حاجات بتحب تعملهم في اسبوعك؟ اديك مثال عليا. انا بحب صناعه المحتوى والجيمنج والتراك. صناعه المحتوى مجمعه كل حاجه انا بحبها، مجمعه التصوير، الايديت، ممكن اعرض افكاري، يعني بص لما حاجات كتير جدا انا بحبها. عندك مثلا الجيمنج، اغلب اللي في سني بيحب الجيمنج بقى على الموبايل، على لاب، على بلاي ستيشن، ايا كان. التراك بحب اجري التراك جدا. الجري مفيد لجسمك، لكن يعني انا مش بجري عشان كده فاهم، انا بجري عشان بحب اجري. فدول ال3 حاجات اللي انا بحبهم. ممكن انت تكون بتحب مثلا الكوره، يعني انا بحب الكوره كمان بس يعني ايه الظروف ما تسمحش يعني العب كوره كتير. ممكن تكون مثلا بتحب تتمشى، هتلاقي ناس كتير قوي كل واحد عنده حاجه معينه بيحبها بتجدد طاقته. فعشان نبسط الموضوع خلينا نقسم المكافاه لجزئين: مكافاه طويله الامد ومكافاه قصيره الامد. يعني ايه؟ انا دلوقتي لو انا عايز اخد بريك بين درس ودرس، بين مذاكره ومذاكره، ما ينفعش اخد بريك بماتش كوره. انا خلصت دلوقتي محاضره، ايه هاخد بريك مثلا حجز كوره فاهم. محتاج بقى 3 ساعات بقى فاهم، يعني ايه ساعه رايح وجاي وساعتين مثلا لعب. دي مكافاه طويله الامد، يعني ممكن مثلا تعملها بعد مثلا لما تخلص فاهم اسبوعك كله بس تكون خلصت اللي عليك. في بقى مكافآت قصيره الامد، يعني ايه؟ انا مثلا بلعب لعبه على الموبايل اسمها كلاش رويال. كلاش رويال دي يعني لعبه مش اللي هي واو، لكن بتموتني ضحك. يعني لما بكسب فيها او بلعب ضد حد من صحابي او ايا كان بتضحكني جدا وفاهم بتفوقني. كلاش رويال دي بقى الدور فيها حضرتك 3 دقايق، يعني انا ممكن العب ربع ساعه، تلت ساعه، 5 ادوار كلاش رويال. انا كده خلاص اخدت بريك. عندك مثلا صناعه المحتوى، ممكن افتح الكمبيوتر اقعد نص ساعه كده اعمل اديت، بعد كده اكون كده اخدت بريك بتاعي. فدي مكافآت قصيره المدى اقدر استعملها بشكل يومي. بس هنا بقى تقابلك مشكله، وهي نفس المشاكل اللي احنا قلنا عليها في الاول. المشاكل دي انا كتبتها بالانجليزي عشان بس يعني ايه حسسك ان موضوع مهم. مش هتلاقيها في علم النفس. كتبتها على جوجل ترانسليت طلع لي بالعك اللي انت شايفه ده.
انا اسف. اول مشكله هي سعيك الدائم وراء المكافآت السريعه. انت حواليك مكافآت سريعه كتيره جدا من اول موبايل اللي انت ماسكه في ايدك، والحل هنا هو الانضباط وتحمل المسؤوليه. يا سلام تقول كلام يا كيمو يعني ما عداش على اذن. بص، لو انت عندك مشكله في الانضباط او انك تأدي المسؤوليه اللي عليك، افتكر انت بدأت ليه. راجع اهدافك يعني اللي هي طويله الامد. فاهم انت ليه اصلا بتذاكر؟ انت ليه اصلا بتشتغل؟ هل انت مثلا بتذاكر عشان تسكت بابا وماما بس، ولا انت فعلا عندك هدف؟ ممكن تكون انت عارف هدفك بس نسيت، انت من كتر الضغوطات اللي حواليك فاهم مش مركز قوي. فبالتالي لما تفتكر انت ليه اصلا بدأت، ليه انت حطيت الهدف ده، لما تفتكر المكافاه اللي انت هتحصل عليها ان شاء الله لما تبذل المجهود ده يحمسك، يخليك تقوم تاني. وده جبنا لتاني مشكله، وهي تأنيب الضمير. هو ان انت حاسس ان انت مش عامل اللي عليك مع انك ممكن تكون مفهوم. فالحل هنا هو السعي بقدر المستطاع. يعني انت لو هتشيل مسؤوليه كل حاجه بتحصل حواليك، فانت مش هتعيش. احيانا هيجي عليك وقت لازم خلاص انت عملت اللي عليك وافوض امري الى الله. بس ده طبعا لما تجيب اخرك، يعني مش عايزين نستهبل. ثالث مشكله هي التسويف لانعدام التنظيم. يعني ايه؟ احنا قلنا في اول حلقه فاهم قلنا في اول فيديو يا عم اعتبرها حلقه عادي. احنا قلنا في اول فيديو انك صعب تتوقع ايه اللي هيحصل فاهم لبقيه الكام شهر اللي جايين كجدول اسبوعي، لكن انت قادر باذن الله انك تكون عارف ايه اللي هيحصل الاسبوع ده. يعني تكون على الاقل عارف تحدد انهي يوم في اسبوعك انت هتكون مضغوط فيه جامد جدا، وايه اليوم اللي هيبقى مرخي شويه. فانت ممكن مثلا ايام الاسبوع تكون مضغوطه شويه، ويوم الثلاث مثلا او الاثنين، انا ما اعرفش ليه دايما يوم الاثنين او الثلاث، يوم من اليومين دول بيبقى صعب قوي. يعني اكيد في اليوم ده مش هينفع تلعب كوره، فساعتها هتستعمل المكافآت قصيره الامد اللي احنا قلنا عليها. انما مثلا لما تيجي في الويك اند مثلا يوم الخميس يوم الجمعه، الدنيا هتبقى مرحرحه شويه، مش هيبقى عندك مثلا دروس، مش هيبقى عندك يوم جامعي مثلا، ساعتها تستعمل المكافآت طويلة الأمد. لكن ده هيتطلب منك انضباط في إنك تمنع نفسك من المكافأة إذا فعلا ما خلصتش اللي وراك. بص، أنا بحب أنزل فيديوهات جدا على اليوتيوب، لكن ما ينفعش أجي على دراستي عشان اليوتيوب. فأنا ككريم بدور على الوقت فاهم بطلعه من تحت الأرض عشان أخلص مذاكرتي بسرعة على قد ما أقدر، عشان أفضل في آخر الأسبوع. أنت غالبا هتقول لي أنا فاهم الدنيا مزنوقة عندي وما عنديش وقت ومش عارف إيه. أنا كمان على فكرة ما عنديش وقت، يعني بروح الجامعة من الساعة 8 لحد الساعة 5 وبرجع مش قادر وعايز أنام. بس ده مش صح. الجامعة مش كلها محاضرات، في إجابات ساعة في النص، ساعتين، في ساعة رايح ساعة راجع في الباص أنا بروحها، دي أصلا كفيل إن أنا أخلص فيها واجب. إذا أنت عايز تطلع وقت هتطلع، بس ده لو أنت عندك هدف ده يخليك تدور على كل ثانية في أسبوعك. أنا في واجبات كنت أعرف أخلصها في الجامعة وأروح ما أعملش حاجة، في واجبات كنت أعرف حتى أخلص على الأقل جزء منها في الباص، أو حتى أقرأ المحاضرة لو أنا مش عارف أحل. يعني في طبعا حاجات ما أقدرش لازم أعملها في البيت. فالفكرة هي إنك تعرف إيه أكتر ثلاث حاجات أنت بتحبها، والثلاث حاجات دول يعني إحنا بنحاول نخليهم سبب ان هم يحركونا مش ان هم يعطلونا. انت مش تقدر تفضل تشتغل طول عمرك او تذاكر طول عمرك، لازم تفصل. واللي خلاني اركز على موضوع المكافآت واعمل الفيديو ده اكتر هو يعني موقف حصل معايا في الاجازه. كان في مسلسل نزل، يعني المسلسل ده انا كنت يعني متابعه جامد، يعني مش هقول اسم المسلسل عشان انا عايز اقول لك الفكره اللي حصلت. المسلسل ده كان نازل ايام الامتحانات، انا كان عليا المفروض اخلص محاضرات معينه، فانا كان عندي يوم كامل من الفجر لحد العشاء عليا ان اخلص ماده معينه. الماده مثلا قول فيها 8 محاضرات، نزلت المسلسل كله. قلت بص يا كيمو يعني ما ينفعش اتفرج على مسلسل واسيب امتحان، احنا كده ناس يعني ايه ما بنراعيش ربنا فاهم. قلت خلاص خليني اذاكر محاضره واتفرج على الحلقه، اذاكر محاضره واتفرج على الحلقه، يعني نجرب. بص اتفرج على الحلقه فاهم، بص ابقى ايه، ابقى هموت وعايز اشوف ايه اللي هيحصل في الحلقه اللي جايه. بس لا، الانضباط. خلينا زي ما اتفقنا مع نفسنا كيمو ايه، نخلص المحاضره دي وبعدين نخش على بعدها، وهكذا وهكذا وهكذا. اليوم كله عدى وانا الحمد لله قفلت المسلسل فاهم، وخلصت تقريبا 90% من الماده اذا كانش كلها. طب ايه الفكره هنا؟ الفكره هنا مش انك تنزل مسلسل وتتفرج عليه، الفكره انك تخلي المكافاه تشجعك على انك تاخد الخطوه. لكن اغلب الناس للاسف المكافاه عشان بتبقى في ايديهم، ويعني الانضباط ما بيبقاش مظبوط قوي، فهو كده كده بياخد المكافاه بتاعته، ذاكر او ما ذاكرش، انا هتفرج على المسلسل ده وانا هلعب اللعبه دي وانا هعمل خلاص، انا هعمل اللي انا عايزه، ما نبقى نعوض في الفاينل. فالفكره هنا زي ما قلت هو انك تشوف ايه الحاجات اللي انت بتحركك، تشوف ايه الحاجات البسيطه اللي انت لو عملتها بتفوقك. انت ممكن تكون محتاج بس تطلع في البلكونه 10 دقايق كده تتفرج على اي حاجه فاهم، على النجيله ولا على ايا كان، انت كده خلاص جددت طاقتك، روح ذاكر. ممكن تكون محتاج حاجه تانية، يعني عشان كده بقول لك اقعد مع نفسك كده، يعني ايه، شوف انت بتحب ايه، قسمهم: مكافآت طويله الامد، مكافآت قصيره الامد. مكافآت قصيره الامد استعملها بشكل يومي، مكافآت طويله الامد استعملها بشكل اسبوعي، وخليهم دايما في بالك يشجعوك. واعرف اسبوعك ماشي ازاي، إيه اليوم اللي هو هيبقى تقيل شويه، إيه اليوم اللي هيبقى خفيف. ولما تحط المكافآت دي قدام عينك وتعرف انك مش هتعمل حاجه منهم غير لما تخلص اللي وراك، هتطلع وقت من تحت الارض، هتطلع وقت من تحت الارض تخلص فعلا اللي وراك، وكده تكون بذلت المجهود اللي انت محتاجه للمكافآت بقى طويله الامد زي انك تذاكر او تشتغل، وتكون برضو اخدت مكافآت قصيره الامد.
وين وين. وطبعا كل الكلام ده يعني في شنك من غير يعني توفيق ربنا. افتكر دايما ان احنا يعني ايه ما علناش غير السعي، وبتوفيق ربنا طبعا يعني الدنيا بتسهل، وربنا ان شاء الله بيساعدنا. اتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اتمنى تكونوا استفدت. و فيديو الثانويه جامد يا جدع يعني. كل انا من فتره اتفرج على فيديو الثانويه على فكره، ما شاء الله يعني كل فيديو بحاول اعمل فيديو زي الثانويه، بس ما مش عارف هو فاهم، هو كانت مره كده وخلاص. لو الفيديو ده عجبك فيديو الثانويه احسن منه 100 مره فاهم، حط بس لايك على الفيديو ده وروح شوف فيديو الثانويه. اتمنى تكونوا استفدت، اشوفك ان شاء الله الفيديوهات الجايه. السلام عليكم.